ارتفاع ضغط الدم كأعراض هو ملوش عرض ثابت، يعني هو بيختلف من واحد للتاني. يعني كتير قوي من الناس ممكن تلاقي العرض اللي عنده ان هو عنده صداع في رقبته، اريافه، نفسه مش مرتاح، زياده في ضربات القلب. في بعض الحالات التانيه ممكن نلاقي ان المريض بيبقى عنده نهجان شويه. ارتفاع ضغط الدم الشديد قوي ممكن يسبب الم في الصدر، يسبب صداع. كعرض ثابت اللي يخلي المريض يقول ان هو عنده الضغط، ما فيش حاجه ثابته. والموضوع اصلي مش محتاج ان انا يكون عندي اعراض عشان ابتدي ان انا ادور. يعني قياس ضغط الدم ده ما بياخدش اكتر من دقيقتين، حاجه غير تدخليه، توفرها سهل جدا. يعني انا من وقت للتاني المفروض حتى لو انا ما عنديش اي اعراض اتابع ضغط الدم بتاعي، اقيسه. يعني ليه مريض الضغط بيبقى اكثر عرضه ان يحصل له مشاكل في القلب؟ القلب هو العضو المسؤول عن ضخ الدم جوه الاوعيه الدمويه. تخيل انت كموتور كده بيضخ الدم، المفروض كل دقيقه وكل ثانيه وانت صاحي وانت نايم القلب ده بقى يضخ الدم على لود وحمل اكتر من الطبيعي، اللي هو بقى الضغط جوه الاوعيه الدمويه بقى اعلى من الطبيعي. اول حاجه ده بيبقى حمل على القلب. ده بيترجم ازاي؟ بنلاقي كتير قوي ان ممكن مرضى ضغط الدم اللي بقالهم فتره وضغطهم مش متظبط، ابسط حاجه بتحصل ان يبتدي سمك العضله ذات نفسه يزيد. طب هل ده خطر؟ لان كتير قوي بنلاقيه في العيانين، بيجي مريض ضغط بقاله فتره ونعمل له ايكو نلاقي ان عنده زياده في سمك العضله. هل دوت حاجه تخوف؟ في الوقت النسب لو كانت بسيطه هي ما تخوفش، هي ممكن تسبب نهجان. تعالى نفهمها مع بعض ببساطه. يعني انا مع زياده سمك العضله بيبتدي احتياج العضله من الدم يزيد، والقلب لازم يضخ الدم. تخيل واحد بيروح جيم وبيشيل اوزان كتيره فعضلاته بتكبر، فالقلب نفس الموضوع. مع ارتفاع ضغط الدم بنسبه كبيره يبتدي القلب لازم يضخ، فتبتدي سمك العضله يزيد. مع زياده السمك دوت العضله محتاجه يوصل لها دم عن طريق الشرايين التاجيه اكتر. اللي بيحصل بقى الشرايين ما بتكبرش، يبقى القلب محتاج دم اكتر من الطبيعي وشرايينه كويسه، بس المريض بيحس باعراض زي الذبحه الصدريه وبيحس بالام في الصدر زيه زي اللي عنده مشاكل في الشرايين. فهل ده بس اللي بيحصل في القلب من الضغط؟ لا، ده في حاجات تانية بتحصل. يعني اشهر حاجه مثلا من مشاكل كهرباء القلب اللي هي الرفرفه. اشهر سبب يؤدي الى الرفرفه على مستوى العالم كله هي ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم على فترات طويله وعدم تنظيمه بيؤدي ان يحصل تمدد في الاذين الايسر، وبالتالي بيحصل موضوع الرفرفه الاذينيه. الضغط على قد ما هي حاجه ممكن نبقى بنستهين بيها وسهله وبسيطه، على قد ما هو الموضوع لو اهملناه بالنسبه للقلب لا، مضاعفاته كتيره قوي. طب هل الضغط ممكن يؤدي العين يحصل له غلطه؟ ازاي؟ ارتفاع ضغط الدم جوه الاوعيه الدمويه زي ما بيحصل في بقيه الاوعيه الدمويه، لا بيحصل كمان جوه الشرايين التاجيه. فتخيل انت الشريان التاجي اللي بيغذي القلب بيكون الضغط فيه اعلى من الطبيعي. ده بيؤدي لايه؟ بيؤدي ان المفروض ان ربنا خلق لنا الجدار الداخلي للشريان بيفرز ماده اسمها نيتريك اوكسيد، دي بتبقى مسؤوله ان تخلي الشريان على طول متمدد وحجمه الطبيعي. مع ارتفاع ضغط الدم فترات طويله يبتدي يحصل ديسفانكشن، ويحصل ان الوظيفه بتاعت الماده اللي بتحافظ على ان الشريان يفضل مفتوح تبتدي يحصل فيها خلل، وبالتالي يحصل انقباض في الشرايين. مع انقباض الشرايين فترات طويله ومع ارتفاع ضغط الدم يبتدي يحصل جلطات جوه الشرايين ويبتدي يحصل تصلب في الشرايين. فتخيل ضغط الدم، الموضوع اللي هو البسيط خالص دوت، مره واحده تلاقي نفسك دخلت في مشاكل في كلى، في شرايين، في جلطات، والعلاج كله مجرد برشام، مجرد حبايه هتاخدها في اليوم. انا مش بخوفك على قد ما انا بجيب لك المشكله واديك الحل. يعني الموضوع بسيط خالص. يعني انت دلوقتي بقول لك ان الضغط دوت بيعمل 1 2 3 4 ومشاكل كتير قوي، وبقول لك الحل التزم بالدواء. الحل ان انت تتابع من وقت للتاني. الحل تقيس ضغطك ب 2 جنيه في اي صيدليه وانت معدي. الحل ان انت من وقت للتاني لما الدكتور يقول لك اعمل تحاليل اعملها. لما اجي اقول لك ما تاكلش ملح ما تاكلهوش. لما اجي اقول لك اعمل ايكو واعمل رسم قلب موجود اعمله. لان بعد كده لما لا قدر الله بتحصل مضاعفات يبقى كتير قوي في حاجات احنا مش قادرين نعملها اساسا، في حاجات احنا مش عارفين نتعامل معاها، فما نوصلش للمرحله ديت.